السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم سنة تانية، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. فيديو النهاردة ان شاء الله هناخد جزء من التنفس الخلوي، والمرة اللي جاية هنكمل الدرس ده بإذن الله. يبقى كده ما عادش فاضل لنا غير درس اللي هو التنفس في الكائنات الحية. يعني احنا كده فاضل لنا فيديوهين غير الفيديو ده، وبكده نكون خلصنا المنهج. نشوف بقى ال10 امتحانات تمام نحلهم، ونشوفوا كمان باقي بنك المعرفة ننزله على الدروس اللي احنا ما حلناهاش، ونشوف المراجعة هتمشي معانا ازاي. يلا رددوا معايا قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عايزين في البداية كده نقارن ما بين التنفس الخلوي وعملية البناء الضوئي. تمام، ركز معايا. الجزئية بتاعة التنفس الطلبة بتشتكي منها مع انها هي سهلة جدا لو انت فهمتها. عاملة زي الدورة الدموية، هي جايه منين ورايحه فين وعرفت التفاصيل، ما انتش محتاج تحفظ. انت كل اللي انت محتاجه ان انت تفهم. فركزوا معايا في البدايه كده. انا عندي التنفس الخلوي والبناء الضوئي. لو انا جيت اقارن ما بين البناء الضوئي والتنفس الخلوي، التنفس الخلوي كنا عندنا في البناء الضوئي كنا بنستخدم ايه؟ كنا بنستخدم المية وثاني اكسيد الكربون. يبقى انا كنت بستخدم مية وثاني اكسيد الكربون. طب في التنفس الخلوي لا، هيستخدم الاكسجين وهيحصل فيه تفكيك للجلوكوز، يبقى يفكك الجلوكوز. كلام سليم. قال لي ايه اللي بينتج بقى من عملية البناء الضوئي؟ مش احنا قلنا الجلوكوز وقلنا الاكسجين عشان هو بيستخدم ثاني اكسيد الكربون، يبقى هينتج مين؟ الاكسجين، بالاضافه الى طبعا الميه اللي هي بتطلع نتيجه التفاعل ما بين الميه وثاني اكسيد الكربون. يعني الميه دي مش باقي الميه اللي داخله في التفاعل زي ما احنا قلنا في الشرح. طيب هنا قال لك في التنفس الخلوي دخل اكسجين فكك الجلوكوز، هيديني ميه، الناتج هيكون ميه وهيكون ثاني اكسيد الكربون، يعني عكس مين؟ البناء الضوئي. بالاضافه اصلا ان التنفس الخلوي بيتم علشان احصل على طاقه. تمام. طب ما احنا نكتب هنا كده في الجنب يستخدم وينتج، يبقى هنا يستخدم وهنا ينتج. يبقى عملية البناء الضوئي بستخدم فيها مية وثاني أكسيد كربون، بتديني جلوكوز وأكسجين بالإضافة إلى المية اللي ناتجة من التفاعل، مش باقية من المية اللي دخلت في التفاعل. في التنفس الخلوي بستخدم أكسجين عشان أفكك الجلوكوز يتم تكسيره فيديني مية وثاني أكسيد الكربون، ونتيجة تكسير الروابط بحصل على مين؟ على طاقة. تمام كده. يعني أنا لو جيت عملت معادلة جلوكوز زائد الاكسجين هيديني ايه؟ ده في حالة التنفس اهو، الجلوكوز والاكسجين، يبقى هنا تنفس. تمام. هيديني مين؟ ثاني اكسيد الكربون والميه. طب لو انا خدت ثاني اكسيد الكربون وخدت الميه هيديني ايه؟ ده طبعا في عمليه البناء الضوئي بستخدم ميه وثاني اكسيد الكربون، يبقى ده اكتب عليه بناء ضوئي. هيديني ايه؟ هيديني جلوكوز والاكسجين طبعا هنا بالاضافه الى الميه، وهنا طبعا هيبقى طاقه، يبقى طاقه، وهنا ايه؟ وهنا الميه. باقي المعادله. يبقى احنا كده عرفنا البناء الضوئي وقارناه باللي احنا هناخده النهارده اللي هو التنفس مين يا سنه تانية؟ اللي هو التنفس الخلوي. تمام. طيب نيجي بقى نفرق ما بين 3 حاجات تانيين، اللي هو يعني ايه تنفس خلوي، يعني ايه تبادل غازي، ويعني ايه احتراق. لان احنا عندنا الطلبه بتلخبط ما بين او مفكره ان التنفس الخلوي هو عباره عن تبادل الغازات. فاحنا عايزين نشوف ال3 مصطلحات دول. يبقى عندنا في البداية كده عندنا مين؟ عندنا التنفس الخلوي. تمام. وعندي الايه يا ولاد؟ وعندي التبادل الغازي، وعندي الاحتراق. عايزه افرق ما بينهم. طب ايه هو التنفس؟ التنفس هو استخراج الطاقة اللي بتكون مخزنة في الروابط في جزيئات الغذاء عشان اخد منها الطاقة واخزنها في صورة جزيئات ATP. طيب هو جزيء الغذاء
بالنسبة للنبات هو اللي صنعه، بالنسبة للحيوان هو اللي تناوله، علشان بعد ما يكون الطاقة يقوم بالأنشطة الحيوية اللي هو ايه، اللي هو عايزها او اللي هو محتاجها. يعني انا لو جيت هنا وقلت التنفس الخلوي هو ايه، اهو التنفس الخلوي هو استخراج الطاقة المخزنة فين؟ مخزنة في الروابط الكيميائية الموجودة في الغذاء، وخاصة مين؟ السكريات اللي هو جزيء الجلوكوز، تمام؟ التي يصنعها نتيجة عملية البناء الضوئي اللي هو النبات، بيصنعها النبات، أو يتناولها الحيوان لأنه كائن غير ذاتي التغذية بياخدها، ويتم تخزينها في صورة ايه؟ في صورة ATP، وتخزينها في صورة ATP. كلام جميل، كلام جميل. طب هل التنفس ده محتاج انزيمات؟ التنفس ده محتاج انزيمات؟ ايوه، يبقى يشترط وجود الانزيمات. طب هي ايه الانواع بتاعته؟ قالك الانواع بتاعته اللي هو تنفس هوائي وتنفس لا هوائي، يبقى تنفس هوائي وتنفس لا هوائي. ايوه، تنفس هوائي ده بيكون في معظم الكائنات بتتنفس هوائيا. تنفس لا هوائي وهناخده ان شاء الله المرة الجاية، اللي هو بيتمثل بقى في الخميرة بتقوم بتنفس لا هوائي، عندي البكتيريا، عندي كمان مين؟ العضلات بيحصل فيها ممكن تنفس لا هوائي. تمام كده؟ يبقى انا دلوقتي لو جيت قارنت ما بين التنفس الخلوي والتبادل الغازي والاحتراق، من حيث التعريف انا اتكلمت بس عن التنفس الخلوي. قلت التعريف انه هو استخراج الطاقة المخزنة في الروابط اللي بيتم تخزينها في صورة ايه؟ ATP. بعد كده هل هي محتاجة انزيمات ولا لا؟ ايوه هي محتاجة انزيمات. عند نوعين منها او من التنفس، تنفس هوائي وتنفس ايه؟ لا هوائي. تمام كده؟ يبقى انا ممكن نعمل هنا اللي هي الاساس بتاع المقارنة، اللي احنا التعريف والانزيمات موجودة ولا لا، والايه والانواع لو حد عايز يبقى يعمل كمخطط كده. طيب التبايد او التبادل الغازي، التبادل الغازي بقى هو عبارة عن ايه؟ قال لك دخول اكسجين من الهواء الجوي وخروج ثاني اكسيد الكربون كناتج نهائي للتنفس. طب ده محتاج انزيمات؟ قال لك لا يشترط وجود انزيمات. تمام. وقال لك ممكن يتم تبادل مباشر، وده في الكائنات وحيدة الخلية، خلية واحدة مش محتاجة جهاز تنفس اصلا. اما في الكائنات عديدة الخلايا بيكون التبادل غير مباشر، يعني محتاج جهاز تنفس، لان الكائنات بتكون عديدة الخلايا، ما بتكونش بسيطة زي الكائنات وحيدة الخلية اللي بيتم فيها تبادل ايه؟ تبادل مباشر. هي بتبقى خلية واحدة فبيحصل فيها تبادل ايه؟ تبادل مباشر. يعني لما اجي اكتب هنا ما هو التبادل الغازي، اقول عملية دخول الأكسجين للكائن الحي من الهواء الجوي وخروج ثاني أكسيد الكربون كمنتج نهائي للإيه؟ للتنفس. تمام. طيب الإنزيمات يشترط وجود الإنزيمات؟ قلت لك لا، يبقى لا يشترط وجود الإنزيمات. طب أنواعه إيه؟ يا إما تبادل مباشر يا إما تبادل غير مباشر. طيب تبادل مباشر قلنا فين؟ في الكائنات وحيدة الخلية. طيب تبادل غير مباشر فين؟ قلنا في الكائنات مين؟ عديدة الخلايا. يبقى في الكائنات عديدة الايه يا ولاد؟ عديدة الخلايا، اللي هي بتحتاج جهاز ايه؟ جهاز تنفس. تمام كده؟ طيب الاحتراق بقى، قال لك الاحتراق هو بيتم خارج الخلية عن طريق ان المادة العضوية بيحصل لها اكسدة في وجود الاكسجين، وبتديني ثاني اكسيد الكربون وميه وايه وطاقة. طب ما يبقى كده زي دي. قال لك بس الطاقة هنا لا تخزن، اما هنا الطاقة تخزن في صورة مين؟ ATP. طب هل محتاجة انزيمات؟ قال لك لا، عاملة زي التبادل الغازي، لا يشترط ان ايه؟ ان تحتاج الى انزيمات. تمام كده؟ اما بالنسبة لانواعها لا مفيش. يبقى تاني لما نيجي نقول ايه هي عملية الاحتراق، هو اكسدة المادة العضوية
في وجود الأكسجين خارج الخلية، وينتج إيه؟ وينتج ثاني أكسيد الكربون، المية، الطاقة. بس الطاقة هنا مالها؟ لا تخزن. أما الطاقة هنا كانت بتخزن في صورة مين؟ في صورة ATP. تمام؟ أما بالنسبة للإنزيمات لا يشترط أن إيه يا ولاد؟ لا يشترط أن تحتاج إلى إنزيمات. يبقى إحنا عرفنا الفرق ان التنفس الخلوي ان انا بستخرج الطاقه اللي موجوده في جزيء الغذاء وبيتم تخزينها في صوره ATP. تمام. طيب، وان هي محتاجه انزيمات، وان هي تنفس هوائي وتنفس لا هوائي، وده ان شاء الله هنعرفه احنا بنشرح. اما التبادل الغازي ان هو دخول اكسجين وخروج ثاني اكسيد الكربون، وممكن يكون تبادل مباشر لو كان الكائن وحيد الخليه، او ممكن يكون غير مباشر لو كانت الكائنات عديده الخلايا، يعني محتاجه جهاز تنفس ليله كبيره يعني. اما الاحتراق هو أكسدة المادة العضوية بس خارج مين؟ خارج الخلية، وده طبعا في وجود الأكسجين، فهيديني ثاني أكسيد الكربون والمية والطاقة، ولكن الطاقة لا تخزن. أما بالنسبة للإنزيمات لا يشترط أن تحتوي على إيه؟ إنزيمات. طيب، مش إحنا كنا بنقول تعريف التنفس الخلوي قلنا إن أنا بستخرج الطاقة من الروابط وبخزنها في صورة ATP؟ طب ما نيجي نشوف مع بعض تركيب ال ATP. يلا نشوف تركيب مين يا سنة تانية؟ تركيب ال ATP. ادي ال ATP دي بتتركب من ايه؟ قال لي بتتركب من 3 وحدات. ادي 3 وحدات. هما ال3 وحدات دول؟ عندي اللي هي قاعدة نيتروجينية اللي هي الادينين، وعندي اللي هو الريبوز اللي هو سكر خماسي الكربون، وتالت حاجة عندي 3 مجموعات فوسفات اللي هم بيرتبطوا مع بعض بروابط عالية الطاقة. ادي مجموعة فوسفات ترتبط بالتانية، ترتبط بالتالتة، والروابط دي عالية الطاقة، عالية الايه؟ الطاقة. يبقى الادينين قاعدة نيتروجينية، اما الريبوز دي سكر خماسي الكربون، خماسي الكربون، ودي قاعدة نيتروجينية. طب ما نيجي نرسمه كده اهو. لو انا جيت رسمت اهو ده التركيب بتاعه، وهنا هنا هيرتبط بايه؟ بالقاعدة النيتروجينية اهيت بالشكل ده كده اهي، وديت اللي هي سداسي اهو. دي كده اللي هي قاعدة الادينين، وهي بتبقى طبعا اللي هي لها حلقتين. طيب، بالنسبة بقى هنا بيرتبط مجموعة الفوسفات بذرة الكربون رقم كام؟ الرقم 5. يعني هنا لو قلنا هنا ذرة الكربون 1، هنا 2، هنا 3، هنا 4، هنا 5، فهنا مجموعة الفوسفات اهي. هي مش هتفرق معايا ذرة الكربون رقم كام، بس انا يعني بعرفها لكم احنا احنا ماشيين كده. يبقى اللي هي مجموعات الفوسفات بترتبط ببعضها بروابط عالية الطاقة، يعني عشان لما اجي اكسر الروابط دي تنتج لي طاقة عالية. طيب، ال ATP دي بتمثل العملة الدولية للطاقة في الخلية زي ما كنا بنقول في سنة أولى. طيب ليه؟ قال لك علشان أصلا الخلية لما بتيجي تحتاج طاقة بتقوم تستخدم مين أو بتقتضي مين؟ قال لك بتقتضي جزيئات ال ATP. طيب ليه جزيئات ال ATP؟ قال لك علشان سهلة التداول، ولما بتيجي تتكسر اللي هي ال ATP بتديني ADP زائد ال B. تمام؟ أثناء التكسير ده بينطلق طاقة. الطاقة دي مقدارها 7 إلى 12 سعر حراري لكل مول، والطاقة دي ضرورية عشان تدفع التفاعلات الكيميائية أو الحيوية إن هي تتم. طب الكلام اللي احنا قلناه كتير ده؟ أقوله لك تاني. سؤال علل. ال ATP تمثل العملة الدولية للطاقة في الخلية. ليه بتمثل لي عملة الطاقة أو العملة الدولية للطاقة في الخلية؟ علشان لأن كل طاقة الخلية تحتاجها بقى، لأن كل طاقة الخلية تحتاجها إلى تدبيرها، تقتضي وجود جزيئات ال ATP. تمام؟ التي يسهل تداولها، حيث حيث ان ال ATP بيتم تفكيكها الى ال ADP زائد ال B. الرابطة اللي هنا اللي اتكسرت
طلعت كام؟ من 7 إلى 12 سعر حراري لكل مول، وده بيكون كافي او بيعمل او بيساعد او ضروري لدفع التفاعلات الكيميائيه الحيويه ان هي تتم. طبعا وان الاي تي بي لما بتحول الاي دي بي الى بي بيسهل كسر الرابطه الضعيفه اللي هي بتكون هنا، بس بتكون عاليه الطاقه. يبقى هي رابطه ضعيفه بس عاليه الطاقه. يبقى احنا قلنا ليه هي العمله الدوليه للطاقه؟ لان كل طاقه الخليه بتحتاج لان كل طاقه الخليه تحتاج الى تدبيرها، تحتاج بقى عشان تبقى الجمله لايقه، تحتاج الى تدبيرها، تقتضي وجود جزيئات الاي تي بي التي يسهل ايه يا ولاد؟ التي يسهل تداولها. طيب قال لك عمليه التنفس الخلوي اللي هو عنوان الدرس اصلا، لما نيجي نبدا بيه هيبدا باكسده الجلوكوز عند ايضاح اسلوب الخطوات بتاعته. لما نيجي نعمل خطوات دلوقتي هستخدم لك جزيء الجلوكوز. هتقول لي مش معنى ليه ما استخدمتش حمض دهني؟ ليه ما استخدمتش حمض اميني؟ لان يا اولاد اغلب خلايا الكائنات الحيه بتستخدم الجلوكوز لانتاج الطاقه اكثر من اي جزيء تاني. كمان ان الجلوكوز ابسط المواد العضويه الغذائيه. يعني لو جه سالني وقال لي علل تبدأ عملية التنفس الخلوي بأكسدة جزيء الجلوكوز. تمام؟ بأكسدة جزيء الجلوكوز عند إيضاح أسلوب وخطوات انحلاله. ليه مش معنى هو مش أي حاجة تانية؟ قالك علشان أغلب الخلايا، لأن أغلب خلايا الكائنات الحية بتستخدمه لإنتاج الطاقة أكثر من استخدامها لأي جزيء تاني، أكثر من استخدامها لأي جزيء غذائي أو لأي جزيء غذاء آخر متوافر. تمام كده؟ طيب كمان ممكن أقول كما إنه أبسط المواد الغذائية العضوية. علشان كده دايما بنعبر عن جزيء الغذاء بنقول عليه جلوكوز. طيب نيجي بقى لمراحل أكسدة الجلوكوز. نكتبنا اهو مراحل أكسدة مين يا ولاد؟ الجلوكوز. مراحل أكسدة الجلوكوز. أيوة، ما هو الجلوكوز بيتم على مراحل وليه أماكن معينة. طيب أول مرحلة اللي هي مين؟ أول مرحلة اللي هي انشطار الجلوكوز. طيب تاني مرحلة اللي هي دورة كريبس اللي هي حمض الستريك أو الستريك، لا اسمين. رقم 3 سلسلة نقل الإلكترون. هو أصلا الجلوكوز بيتم على مراحل. هو إيه الهدف من أكسدة الجلوكوز؟ الطاقة. أنا بعمل أصلا التنفس الخلوي الهدف منه في الأول وفي الآخر هو الطاقة. يبقى أنا بأكسد الجلوكوز عشان أحصل على الطاقة علشان أستخدمها في إتمام العمليات الحيوية. تمام؟ طب بيتم على كم مرحلة؟ قلنا على 3 مراحل. طب انشطار الجلوكوز ده بيتم فين؟ قال لك في الجزيء الغير العضوي من السيتوبلازم. يبقى الجزء الغير العضوي من السيتوبلازم ما فيهوش العضويات اللي هو بيسمى بالسيتوسول. يبقى هو جزء غير العضوي. تمام؟ طيب عندي دورة كريبس بتتم فين؟ بتتم في الميتوكوندريا. طيب وسلسلة نقل الإلكترون برضو بتتم في الميتوكوندريا. يبقى انشطار الجلوكوز بيتم في السيتوسول اللي هو الجزء الغير العضوي من السيتوبلازم. طب هينتج لي كام جزيء طاقة؟ مش احنا قلنا الهدف منهم انتاج الطاقة؟ قال لك ايوه، ده اهو هيتم انتاج ATP 2 ATP. طب وده؟ قال لك 2 ATP مباشر وهنعرف ازاي. طب وده؟ قال لك هينتج 34 ATP. يعني لو جينا نجمعهم هنلاقيهم كام؟ 2 و2 و34 هيبقوا 38 ATP.
تمام. يبقى مراحل اكسده الجلوكوز بيتم في 3 مراحل: انشطار الجلوكوز، دوره كريبس، سلسله نقل الالكترون. كل واحده من دي لها مكان معين. تمام. والغرض من ده كله اللي انا احصل على الطاقه. كلام حلو ما فيهوش اي حاجه لحد دلوقتي. طيب انا لاحظت ايه؟ ان دي بتتم في الميتوكوندريا. طب دي بتتم في الميتوكوندريا ليه؟ بتتم في الميتوكوندريا هل بتحصل كده من دماغها، ولا بتتم في الميتوكوندريا بالذات علشان الميتوكوندريا بيتوافر فيها حاجات؟ قال لك علشان الميتوكوندريا بيتوافر فيها ايه؟ بيتوافر فيها المواد اللي المرحله دي والمرحله دي محتاجاها. هي ايه هي المواد؟ نيجي نكتب الاول ورقه تانية بقى سؤال ايه؟ سؤال علل. نيجي نكتب سؤال علل اهو. علل دورة كريبس وسلسلة نقل الإلكترون تحدث في الميتوكوندريا. تمام. وليس السيتوسول، او بنقول ليس السيتوبلازم. ليه بتحصل في الميتوكوندريا؟ اكيد الميتوكوندريا بيتوفر فيها حاجات. ايه اللي بيتوفر فيها؟ هقول لان الميتوكوندريا تحتوي على انزيمات تنفس. تمام. تحتوي على ميه، تحتوي على فوسفات، تحتوي على ايه كمان؟ مرافقات انزيميه. هي ايه مرافقات انزيميه؟ قال لك المرافقات الانزيميه واعرفها علشان احنا هنحتاجها، اللي هي بتتمثل في الناد موجب والفاد. تمام. ايوه تمام انا معاكم. الناد موجب والفاد. الناد موجب ده لما بيجي يحصل له اختزال بيديني الناد اتش زائد اتش موجب بيطلع على جنب مش عايزينه. تمام. اللي هو اتش 2. يبقى تاني الناد موجب لما بيتم اتحاده مع الاتش 2 اللي هو بيحصل له عمليه اختزال. واعرفكم يعني ايه اختزال واكسده عشان هنعرفهم، يعني هيبقوا متداولين معانا على طول فنبقوا فاهمين. لما بيتحد الناد موجب مع الاتش 2 هيديني الناد اتش بالاضافه الى الاتش موجب هيتصاعد على جنب. طب الفاد لما يحصل له اختزال هيديني بقى الفاد اتش 2 ويتصاعد برضك هنا يتصاعد. هنا كان بيتصاعد الالكترون اللي هو اتش 2 ماشي، او ايون الهيدروجين اتش موجب. تاني يا ولاد، هنا الناد موجب. تمام. لما بيتم اختزالها باضافه اتش 2 اهو عشان ما نلخبطش، اتش 2 هتديني الناد اتش بالاضافه الى اتش موجب هي اللي هتتصاعد. اما هنا الفاد لما بيتم معاها اتحاد الاتش 2 هتديني الناد اتش 2. تمام. يبقى الفاد لما بيتحد مع الاتش 2 هتديني الفاد ايه؟ الفاد اتش 2. طب ما احنا عايزين نعرف يعني ايه الاكسده على جنب ويعني ايه الاختزال. الاكسده والاختزال. الاكسده فقد الكترونات او ذرات الهيدروجين من المركب. الاختزال العكس، اكتساب الكترونات او ذرات او ذرات الهيدروجين. تمام. عشان كده قلت لكم هنا انا ضفت هيدروجين فتحول الناد موجب الى الناد اتش. اما الفاد لما يتم اختزاله ب اتش 2 يعني ضفت له مين؟ ضفت له الكترونات، ضفت له هيدروجين، يبقى بقى اداني الفاد اتش ايه؟ الفاد اتش 2. حلو كده. طيب انا دلوقتي ناقص مين؟ ادتني مرافقات الانزيمات او مرافقات انزيميه. تمام. بس قبل ما اتنقل على النقطه اللي بعدها اللي هي السيتوكرومات، عايزه اقول لكم برضو حته تعرفوها، اللي هو الناد موجب ده هو تعرفوه موجود فين؟ في السيتوسول والميتوكوندري. الكلام ده هيوضح لما نيجي ناخد مين اللي هي المراحل بتاعه مين؟ بتاعه اكسده الجلوكوز. تمام. طيب الفاد هلاقيها موجوده فين؟ هلاقيها موجوده في الميتوكوندري. تمام. طيب نرجع بقى للسيتوكرومات. السيتوكرومات اللي هي حاملات الالكترونات، بتحمل الالكترونات على مستوى الطاقه المختلفه. تمام. مستويات الطاقه المختلفه تزال اثناء ذلك ذرات الهيدروجين
عشان تمر على مين؟ مرافقات مين؟ الانزيم. يبقى هنا دي فيها مستويات الطاقة، مستويات الطاقة فيها بتكون مختلفة. أثناء ذلك بيتم إزالة ذرات الهيدروجين. ذرات الهيدروجين مين اللي هيروح يحملها؟ يا إما الناد موجب يا إما مين؟ يا إما الفاد. طب السيتوكرومات دي موجودة فين؟ قال لك موجودة على الغشاء الداخلي للميتوكوندريا. تمام كده؟ يبقى احنا عندنا ادي الميتوكوندريا وادي دي الاعراف بتاعت مين؟ بتاعت سنة أولى. الغشاء الداخلي بقى اللي هو بتاع الميتوكوندريا اللي احنا بنسميه الاعراف، ده بيكون عليه مين؟ السيتوكرومات. يبقى انا بقول دورة كريبس او سلسلة نقل الالكترون بتحدث في الميتوكوندريا وليس في السيتوبلازم. ليه؟ لان الميتوكوندريا بتحتوي على انزيمات تنفس، بتحتوي على ميه، بتحتوي على فوسفات، بالاضافه الى مرافقات انزيميه والسيتومين والسيتوكرومات. وعرفنا يعني ايه اكسده ويعني ايه اختزال عشان ايه هتقابلنا بعد كده. الاكسده ان انا افقد الكترونات، الاختزال ان انا اكتسب الكترونات او اكتسب ذرات مين؟ ذرات الهيدروجين. نيجي دلوقتي بقى لاول مرحله معانا في اكسده جزيء الجلوكوز. اول مرحله اللي هي انشطار مين؟ انشطار الجلوكوز. بس احنا نجيب لها ايه؟ ورقه لوحدها علشان نعمل كل اللي احنا عايزينه فيها وتبقى في ورقه واحده. طيب عندنا اول حاجه اللي هو انشطار الجلوكوز. انشطار الجلوكوز، هو انشطار الجلوكوز ده اهو يا سنة تانية بيتم في التنفس الهوائي ولا اللا هوائي؟ قال لك بيتم في الاتنين. يبقى يتم في التنفس الهوائي واللا هوائي. يعني معنى كده في وجود الاكسجين او في غياب الاكسجين، يبقى وجود الاكسجين او غياب الاكسجين. طب بيحصل فين؟ قال لك بيحصل في السيتوسول اللي هو الجزء الغير العضوي في مين؟ في السيتوبلازم. تمام كده؟ خلاص. طب نيجي نشوف المراحل ونركز كده مع بعض. لو انت فهمت الخطوات فهمتها هتعرف تحل اي حاجه تجيلك. يعني لما نيجي نحسب جزيئات الاي تي بي، تمام؟ زي ما قلت لك هي نفس فكره الدوره الدمويه. عرفت من ده بيودي لفين؟ بيودي لمين؟ تمام؟ الصمامات بتقفل امتى؟ بتفتح امتى؟ الكلام ده كله مسار الدوره الدمويه. خلاص اي سؤال يجي لك يقول لك تتبع من الاذين كذا للبطون كذا، خلاص انت فاهم. انا اللي فيه دم مؤكسج، انا اللي فيه دم غير مؤكسج، انت فاهم. اهو ده بالظبط ده، وانت فهمته خلاص الامور اتحلت بالنسبه لي. طيب يلا نيجي نفهمهم مع بعض وناخدها بحاجه سهله كده. تمام؟ عندي اول حاجه جزيء الجلوكوز. جزيء مين يا ولاد؟ الجلوكوز. يبقى انا عندي جزيء الجلوكوز. جزيء الجلوكوز فيه 6 ذرات كربون. تمام؟ قال لك جزيء الجلوكوز ده اهو اداني جلوكوز 6 فوسفات. جلوكوز 6 ايه؟ فوسفات. ازاي؟ يعني الجلوكوز هو في 6 ذرات كربون، 6 فوسفات، معنى كده ان هو ضاف لي فوسفات عند ذرة الكربون رقم 6. الكلام ده ازاي؟ قال لك اهو انا عندي 1 2 3 4 5 6، هنا ربطتين وهنا ربطتين اهم. وهقول لك ليه. انا دلوقتي عايزه اضيف مين؟ اضيف مجموعه فوسفات عند ذره الكربون رقم 6 دي. 1 2 3 4 5 6. قال لك الرابطه اللي فوق دي اسمها رابطه باي، بتبقى سهله الكسر اللي فوق، اما اللي تحت اسمها سيجما، هتعرفوها ان شاء الله في الكيمياء، دي صعبه الكسر. المهم مش موضوعنا، اللي انا اعرفه ان بيتم كسر الرابطه الثنائيه اللي هنا، التساهميه الثنائيه اللي موجوده هنا، بيتم كسر رابطه منهم ويتم اضافه مين؟ مجموعه فوسفات بي او 4 عند ذره الكربون رقم كام؟ رقم 6. عشان كده اسمه جلوكوز 6 فوسفات. قال لك الله، طب هو الفوسفات ده جه منين؟ قال لك مش انت لما بتبدا مشروع بتحط فيه فلوس، صح ولا لا؟ او بتستلف فلوس لحد ما تكسب من المشروع وبعد كده تسدد وتشوف ارباحك قد ايه. اهو برضك هو نفس الكلام اللي هنا. عندي هنا في البدايه، في بدايه الانشطار بتاع الجلوكوز خدت طاقه من الخليه، خدت اي تي بي، فادتني الاي دي بي زائد بي، وادي البي اهي. تمام؟ ايوه، ما انا بستلف في بدايه الايه؟ بستلف في بدايه المشروع. تمام كده؟ تمام. يبقى انا خدت مين؟ الاي تي بي اتحولت الى الاي دي بي زائد البي، والبي اللي هي مجموعه الفوسفات اتحدت مع مين يا ولاد؟ عند ذره الكربون رقم كام؟ رقم 6. عشان كده تحول الجلوكوز الى جلوكوز 6 ايه؟ 6 فوسفات. يبقى معنى كده مجموعه الفوسفات ارتبطت بذره الكربون رقم كام؟ رقم 6.
قال لك بعد كده الجلوكوز 6 فوسفات ده هو اتحول الى مين؟ اتحول الى فركتوز 6 فوسفات. الله، ده هو نفس الكلام بس ده جلوكوز وده فركتوز، وانا عارف من سنه اولى ان الجلوكوز 6 اتش 12 او 6. طب ما برضو الفركتوز 6 اتش 12 او 6. ايه الاختلاف؟ قال لك الاختلاف ان احنا قعدنا ترتيب واحنا قاعدين في الفصل الديسكات كلها متلخبطه، كلها مش موجوده بشكل عشوائي، فقلنا لا، قلنا نحطهم الديسكات على الجانب الايمن وديسكات على الجانب الايسر بحيث ان الطلبه تكون متنظمه، تكون مترتبه. يبقى انا عملت في الخطوه دي اعاده ترتيب رابطه الكربون والاكسجين علشان يا ولاد يتحول من شكل سداسي الى شكل خماسي، يعني ذره الكربون رقم 1 تطلع بره. طب انا برضك ما فهمتش الكلام ده كله. كل اللي عليك اللي انت تعرف ان الجلوكوز 6 فوسفات اتحول لفركتوز 6 فوسفات، ان هو حصل اعاده ترتيب بس كده، تمام. ولكن انا بفهمك عشان تعرف هي جات ازاي. طيب انا كده جبت مين؟ جلوكوز 6 فوسفات اتحول الى فركتوز 6 فوسفات. كلام جميل، كلام ما فيهوش اي حاجه. قال لك بقى الفركتوز 6 فوسفات قال لك اتحول الى فركتوز اهو، بس 1 و6 ثنائي فوسفات، يعني ضاي فوسفات. الله، ده هنا زود لي مجموعة فوسفات عند ذرة الكربون رقم كام؟ رقم 1. ما هو ده هو هنا كانت ذرة الكربون حطيناها، مجموعة الفوسفات حطيناها عند ذرة الكربون رقم 6، عشان كده قلنا فركتوز 6 فوسفات، تمام. بس دي طبعا كانت تكملة الخطوة اللي فوق. اما هنا قال لك 1 مين؟ 1 و6 ثنائي فوسفات. يبقى معنى كده ان انا هكسر الرابطه دي، عشان كده حطيت هنا رابطه ثنائيه. كسرت الرابطه دي وهحط هنا مجموعه فوسفات عند ذره الكربون رقم كام؟ عند ذره الكربون رقم 1. معنى كده ان انا هنا برضك هستلف مين؟ طاقه. امال انا هجيب مجموعه الفوسفات منين؟ يبقى هنا استلفت طاقه. الاي تي بي هتديني الاي دي بي زائد البي. هو انا هفضل استلف كده؟ اذا كان انا اصلا بادئ انشطار الجلوكوز ده اهو عشان احصل على طاقه، ياخدوا مني طاقه. قال لك مش مشكله، ما هو في البدايه اي مشروع انت بتبداه بتحط له فلوس. طب اما نشوفه في الاخر احنا هنكسب طاقه ولا مش هنكسب النهارده. طيب قال لك الستة فركتوز 1 و6 ثنائي فوسفات، قال لك ده اهو بينشطر ويديني 2 جزيء فسفو جليسرالدهايد. الله، مش اللي هو ده البيجال اللي كان في تجربة مين؟ اللي كان في تجربة كيلفين لما كان عرض تحلب الكلوريلا إلى الضوء لمدة 2 ثانية، لقى أول مركب اتكون ثابت كيميائيا اسمه البيجال اللي هو الفسفو جليسرالدهايد. قال لك أيوة، يعني ده فيه 6 كربون. طب ده فيه 6 كربون، أمال ده فيه قد إيه؟ قال لك لا، ده فيه 3. ما احنا عارفين 3. يبقى معنى كده إن حصل هنا كسر. حصل كسر كده، الشوية دول اداني فسفو جليسرالدهايد، وهنا جزيء فسفو جليسرالدهايد. أقول له كلام جميل، كلام جميل ما فيهوش أي حاجة. طيب قال لك هنا بقى اداني جزيئين من الفسفوجليسرالدهايد نتيجة ان حصل كسر. يبقى مين المركب اللي حصل له انشطار فعلي؟ تقول لي الفركتوز 1 و6 ثنائي ثنائي فوسفات، عشان ممكن يجي يسألك. يبقى ده هو المركب الفعلي الذي حدث له يا ولاد؟ حدث له انشطار، تمام، مفيش اي مشكلة. قال لك بقى اللي هو الفسفوجليسرالدهايد ده هيديني ايه؟ قال لك هيديني 2 حمض البيروفيك. 2 حمض 2 حمض البيروفيك. طب هو البيروفيك ده فيه قد ايه؟ قال لك فيه 3 ذرات كربون برضو، بس 3 سي 3 في 3 ذرات كربون اهو. لما نيجي نكتب الصيغه بتاعته سي 3 اتش 4 او 3. حلو. طب امال الصيغه بتاعت اللي فوق الفسفوجليسرالدهايد، خلي بالك ده جزيئين، 2 جزيء، ادتني 2 جزيء اهو الحمض البيروفيك، تمام. قال لك ده سي 3 اتش 6 او 3. لاحظت
لاحظت ان في هنا ذرتين هيدروجين كانوا موجودين زياده، دول اتنقصوا، يعني ده 6 ب4، يبقى معنى كده حصل ايه؟ فقد في الالكترونات. تمام ولا لا؟ يبقى ده هو حصل له ايه طالما فقد؟ احنا قلنا الفرق ما بين الاكسده والاختزال، الاكسده بتفقد. قال لك ايوه، ما ده حصل له اكسده، يبقى اكيد لازم جزيء تاني يحصل له اختزال. ايوه، ما احنا عارفين ان الاكسده والاختزال عمليتان متلازمتان، واحد حصل له اكسده التاني يحصل له اختزال، طب واحد حصل له اختزال التاني يحصل له اكسده. طيب هو مين اللي هيحصل له يا ولاد؟ مين اللي هيحصل له اختزال؟ قال لك اللي هيحصل له اختزال انا عندي 2، عشان دولت 2، يبقى 2 الناد موجب هيتحولوا الى ايه؟ الى 2 ناد اتش، يبقى ده حصل له اختزال. يبقى الناد موجب حصل له اختزال اتحول الى الناد ايه؟ الى الناد اتش، نتيجه ان الفسفوجليسرالدهيد حصل له اختزال. واللي عرفني ان الالكترونات او ذرات الهيدروجين كانت هنا 6 بقت هنا ايه؟ 4. تمام؟ الصيغه دي انا قلتها لكم بس عشان اعرفكم الصيغه دي اللي احنا عايزينها، تمام؟ او ده اللي مطالبين بيها، بس انا قلت لكم الصيغه دي علشان اعرفكم حصل اكسده هنا، فبالتالي على نفس الموضوع يحصل مين؟ يحصل اختزال. تمام؟ اول حاجه واللي بيقابلها. طيب تمام، مفيش مشكله. قال لك مش انت هنا اتنين جزيء فسفوجليسرالدهيد، ايه اللي حصل؟ اداني 2 حمض البيروفيك بس من غير الفوسفات. قال لك ايوه، ما هنا بقى الطاقه هتطلع، واللي انا كنت ايه؟ اللي انا كنت مستلفها ده في طاقه طلعت اهي، ده انا شكلي هكسب من المشروع. قال لك ايوه، قال لك هنا 4 بي زائد 4 اي دي بي هتديك 4 اي تي بي. ايه الكلام ده؟ جه منين؟ هقول لك، مش انا عندي جزيء فسفوجليسرالدهيد في مجموعه واحده فوسفات والتاني في مجموعه واحده فوسفات، يبقى المفروض يا مس مجموعتين، انت عامله هنا 4 ليه؟ قال لك ما هو برضك استلف من خليه 2. يبقى تاني، يبقى انا عندي مجموعتين، جزئين او 2 جزيء من الفسفوجليسرالدهيد كل واحد فيه مجموعه فوسفات. حلو، فالمفروض يكون عندي 2 بي، الاثنين التانيين جايين منين؟ جايين من الخليه، لما بيرتبطوا مع 4 اي دي بي هيدوني مين؟ 4 اي تي بي، يبقى انا كده كسبت 4 اي تي بي. قال لك لا، مش تسدد الديون اللي عليك اللي انت كنت سالفها عشان تبدا بقى المشروع. قال لك ايوه، ما انا كنت سالف اهو، كنت سالف 1 واستلفت كمان 1، يبقى انا كنت سالف 2. قال لك وانت كسبت 4، سدد اللي عليه، يبقى 4 ناقص 2 اتبقى 2، يبقى انا كسبان من المشروع 2 اي تي بي، وطلع معايا كمان 2 ناد اتش. قال له طب وانت ناسي حمض البيروفيك اللي طلع اللي في الاخر ده؟ قال له يا عمي وكمان 2 حمض بيروفيك اهو، ملاش مزعلك. الكلام ده كله كان جاي من ايه؟ جاي من الجلوكوز يا ولاد. يبقى الكلام ده هو كله كان جاي منين؟ من الجلوكوز اللي هو سي 6 اتش 12 او ايه؟ او 6. ده بالنسبه لمين؟ دي النتائج اللي طلعت في انشطار الجلوكوز بس، لان بقيه المراحل لسه هنعرفها. تمام كده؟ طيب في حاجه مش مفهومه في الجزئيه دي؟ لا ان شاء الله تاخد الحاجه واحده واحده كده وانت هتلاقي الامور سهله. تاني، الجلوكوز اداني جلوكوز 6 فوسفات، معنى كده ضاف لي مين؟ عندي ذره الكربون رقم 6 فوسفات، ادي اهي. بعد كده اتحول لي الى فركتوز 6 فوسفات، غير لي الشكل بس. تمام؟ ترتيب الذرات حلو، ما فيهوش مشكله. بعد كده حولوا لي الى فركتوز 1 و6 فوسفات، ثنائي فوسفات، ضاف ذره مين؟ او ضاف مجموعه فوسفات عند ذره الكربون رقم 1، معنى كده ان انا استهلكت طاقه. تمام؟ عندي هنا 2 جزيء فسفوجليسرالدهيد، قال لك اتحول الى 2 حمض البيروفيك. قال لك ما هو كان فيه هيدروجين ونقص منه، يبقى معنى كده ان هو حصل له ايه؟ حصل له اكسده، يبقى على النقيض او على العكس بتاعه يحصل لحد مين تاني؟ اختزال. حلو كده؟ حلو. طيب انا هنا جبت 4، قلت عشان ده كان فيه انا عندي 2 جزيء وكل واحد فيه مجموعه فوسفات، يبقى لما يجي يسالني الفسفوجليسرالدهيد فيه كام مجموعه فوسفات؟ تقول لي واحده، كل جزيء فيه واحده. هتقول لي طب والاثنين التانيين اللي انت زودتيهم جم منين؟ قلت لك جم من الخليه. طيب انا عندي دلوقتي الحمض البيروفيك ده اهو. قال لك حمض البيروفيك ده يا اما يكمل في التنفس الهوائي يا اما يدخل تنفس ايه؟ تنفس لا هوائي. تعالوا نشوف. يبقى انا وصلت ل2 حمض الايه؟ البيروفيك، 2 حمض البيروفيك. قال لك ده يا اما يخش تنفس هوائي، وده هيوديه لمين؟ لدورة كريبس. تمام؟ يا اما تنفس
لا هوائي اللي هو في حالة غياب الأكسجين هيعمل حاجتين، يا إما تخمر حمضي يا إما تخمر كحولي. التخمر الحمضي هينتج عنه ايه والكحول هينتج عنه ايه هناخده بعد كده ان شاء الله وهنشرحه، بس هنقول كلمتين. التخمر الحمضي ده هيديني 2 حمض اللاكتيك، وده بيحصل فين؟ اللي هو الحمضي اللي هو في البكتيريا والعضلات، تمام. اما الكحول من اسمه كحول هيديني 2 جزيء كحول ايثيلي زائد ايثيلي زائد 2 ثاني اكسيد الكربون، او 2 من جزيء ثاني اكسيد الكربون، تمام. يبقى ده بيحصل فين؟ في البكتيريا والعضلات، وده بيحصل في الخميره. طب احنا لو جينا شفنا، انا هنا قلت كام اي تي بي؟ 2. هل الاتنين اي تي بي دول كافيين ان الكائن الحي يقوم بالوظائف الحيويه بتاعته؟ طبعا لا. علشان كده هندخل مين؟ حمض البيروفيك ده اهو الى الميتوكوندريا في حاله وجود الاكسجين علشان يديني اكبر كميه من الطاقه، وده في الخطوتين اللي جايين اللي هي دوره كريبس وسلسله نقل الالكترون. يبقى انت لجأت ان انت باقي الجلوكوز او المراحل بتاعه الجلوكوز بدات تكمل او تخش في دوره كريبس او سلسله نقل الالكترون. ليه؟ قال لك علشان الطاقه اللي ناتجه مالها قليله وغير كافيه لاداء الوظائف الحيويه للكائن الحي، تمام كده. وبكده نكون خلصنا الجزئيه دي. كنت عايزه اديكم في المره دي اللي هي سلسله نقل الالكترون، بس لا، اما تفهموا الاول الجزئيه بتاعه انشطار الجلوكوز حلو، بعد كده يبقى سلسله نقل الالكترون تكون سهله عليكم. نيجي دلوقتي بقى للاسئله بتاعه الواجب. عندي الجزء اللي هو او اول سؤال معايا بيقول عمليه التنفس هي تنفس خلوي فقط، ولا التنفس الهوائي اللي هو تبادل الغازات، ولا نقل الغازات التنفسيه الى خلايا الجسم لامدادها بالاكسجين، ولا التنفس يشمل كل ما سبق؟ السؤال الثاني، اذا علمت انه يوجد 7 جزيئات اي تي بي فان عدد مجموعات الفوسفات 7 ولا 14 ولا 21 ولا 28؟ يستخدم الاي تي بي ان هو يوفر لك الطاقه الوظائف الميكانيكيه للعضلات، ولا يعمل نقل نشط للايونات والجزيئات، ولا يصنع لك البروتين من الاحماض الامينيه، ولا كل ما سبق صحيح؟ رقم 4، الانشطار الفعلي اثناء اكسده الجلوكوز بيتم لجزيء مين؟ هل الجلوكوز ولا الفوسفوجليسرالدهايد ولا الفركتوز 1 و6 ثنائي فوسفات ولا الجلوكوز 6 فوسفات؟ سؤال رقم 5، تمثل جزيئات الاي تي بي عمله الطاقه في الخليه لانها اصغر الجزيئات الطاقه في الخليه، ولا تخزن اقل قدر من الطاقه، ولا تنقل الطاقه بسهوله لاداء الخليه لوظيفتها، ولا يمكن ان تحتفظ بطاقتها لفتره طويله؟ يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. دمتم سالمين وموفقين واقرب الى الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.